لو انت مدرب او كوتش وعندك كورس قوي فعلا، بس كل مرة تطلق فيها تحس ان المبيعات اقل بكتير من اللي تستحقه، فالفيديو ده ممكن يغير طريقة بيعك بالكامل. لان الحقيقة اللي محدش بيقولها ان اغلب الكوتشز مش عندهم مشكلة محتوى ولا حتى مشكلة متابعين. المشكلة الحقيقية إنهم بيبيعوا بطريقة تخلي العميل يفضل مهتم لكن عمره ما يشتري. وده بالظبط ليه في مدربين عندهم جمهور صغير جدا ومع ذلك بيعملوا إطلاقات توصل لعشرات ومئات الآلاف، وفي ناس عندها آلاف المتابعين ومفيش مبيعات حقيقية. في الفيديو ده هكشف لك ليه الويبينار يعتبر من أقوى أدوات البيع للكوتشز والمدربين، وإزاي تستخدمه علشان تبني ثقة وتحقق رغبة وتقفل عملاء بعروض عالية السعر. وكمان هوريك النظام اللي كبار المدربين بيستخدموه علشان يحولوا المشاهد من شخص بيتفرج لعميل جاهز يشتري. فلو انت فعلا عايز تكبر مبيعاتك وتبني منظومة بيع أقوى لبرامجك وكورساتك، ركز معايا للنهاية، لأن الفيديو ده ممكن يكون فعلا نقطة التحول في البيزنس بتاعك. يعني عدد كبير بيشوفك ويعرفك في وقت قليل، وفي نفس الوقت بياخد معاك اكشن سريع. يعني هتلاقي مثلا عدد ناس ما كانوش يعرفوك قبل كده، او شافوا الاعلان بتاعك، سجلوا، حضروا معاك، عرفوا انك انت بتتكلم عن المشاكل الخاصه بيهم، فبالتالي بيبداوا بعد كده يتابعوك، وشافوا خدوا قيمه منك في الويبينار، فبالتالي بيبقى مستعد وواخد يعني ويكون جاهز لمرحله الشراء. تمام. طيب خلينا نقول الويبينار ليه؟ لانه بيدي للعميل احساس انك فاهمه كويس جدا، بيحس بيدي للعميل قيمه، وبتقوده للخطوه اللي بعدها، اللي هي حجز مكالمه او شراء بشكل على طول. كمان يعني عايزك تتخيل كده انك بتبيع ل 100 شخص في نفس الوقت وانت مرتاح، فتخيل مثلا منهم مثلا 10% اشترى، فانت لو العرض بتاعك مثلا ب 200 دولار 500 دولار، فانت في لقاء واحد بس ممكن تعمل رقم جيد جدا. طيب انا هضرب لكم مثال الويبينار وليه انا الويبينار دوت حاجه يعني معتز بيها جدا. ليه؟ لان انا زمان زي ما انا قلت لكم كنت بعد ما عملت شيفت كارير اشتغلت في شركه مستلزمات طبيه في مجال المبيعات، وقعدت فيها حوالي 3 سنين. كانت حوالي سنه 2007 و2008 و2009. من سنه 2008 و2009 الموضوع ده من 16 سنه يعني، كان وقت فعلا. آه كان ساعتها يعني في الشركه دي بتقدم كورسات. يعني هي شركه اساسا شغلها الاساسي بتقدم مستلزمات طب اسنان، او تحديدا بتصنع الزراعات او المسامير اللي هي بتاعه زراعه الاسنان. تمام. كانت شركه مصريه بنسبه 100% يعني. تمام. مش عارف دلوقتي موجوده ولا لا، ولكن هي كانت واخده حيز كبير جدا من السوق. طيب الشركه دي كانت بتعمل ايه حاجه كده جنب البيع الاساسي بتاعها؟ كان عندهم كورس في زراعه الاسنان، بيعلموا طلبه كليه اسنان اللي هم بتوع امتياز، اللي هم في اخر سنين في الكليه او الناس اللي لسه متخرجين، بعلموهم زراعه الاسنان. عباره عن كورس حضوري طبعا، بيبقى فيه جزء منه نظري وجزء منه عملي. الكورس دوت كان سعره 5000 جنيه وقتها. وقتها دي كان الدولار ساعتها ب 5 جنيه او 5 ونص، حاجه زي كده. يعني تقريبا ال 5000 جنيه ديت بمقام 1000 دولار ساعتها، او بمقام دلوقتي 1000 دولار. تمام. طيب الشركه دي كانت بتسوق للكورسات دي ازاي؟ زي اللي احنا بنعمله كده الويبينار اللي اتكلمنا عنه، ولكن زمان كانت حاجه اسمها سيمينار، اللي هو مش اونلاين بقى، لا كان حضوري. لو فيكم حد حضر حاجه زي كده قبل كده يعني يكتب لي في الشات. كان محاضره زي اللي احنا فيها كده النهارده، بس كانت بتبقى حضوريه. بيحجزوا قاعه مثلا ل 200 فرد او 500 فرد حسب العدد اللي هم هيدعوه، وكان بيجي عدد يحضر. تمام. كنا احنا كفريق مبيعات بننزل كليات الاسنان، بنقابل طلبه الامتياز، بنعمل لهم دعوه لحضور السيمينار المجاني. تمام. وكان فعلا الشركه بتعمل السيمينار دوت كل شهر مره. كنا بندعو عدد، ولكن القاعه مثلا كانت بتسيح في حوالي 200 شخص، فبالتالي كان بيحضر في حدود 200 شخص في السيمينار طبعا. كان في اخر السيمينار طبعا كانوا بيتكلموا عن فوائد الزراعه واهميتها لما تيجي تعمل كمان فيها ماجستير وحاجات زي كده. وفي الاخر كانوا بيقدموا لهم اوفر ان احنا هنقدم لك كورس في زراعه الاسنان، وهنعلمك ازاي تعمل الكلام دوت بشكل عملي، واحنا هنكون معاك وانت بتعمل الكلام دوت، وهنمهد لك الكلام دوت علشان تسجله في الرساله بتاعتك.
فكنا بيجمعوا مثلا الناس مثلا اللي حضروا 200، كان حوالي من 20 ل 30 شخص كان بيحجز في الكورس دوت، اللي هو كان ساعتها وقتها ب 5000 جنيه مصري، كان ساعتها في حدود بما يعادل 1000 دولار دلوقتي. فعلا كان في الوقت دوت اللي هو 2008 كان ال 5000 فعلا بتعادل 1000 دولار. من ساعتها ال 5000 ديت كان ساعتها كنت شاري عربيه 128 ب 7000 جنيه. تمام. ف يعني كان رقم كبير. تمام. فهم كان بيحضر معاهم في حدود 200 شخص، ومن ال 200 شخص دولت كان بيشترك في حدود 20 من 20 ل 30 شخص. انا هفترض على اسوأ يعني اقل عدد اللي هم ال 20 شخص في 5000، يعني حوالي 100000 جنيه مصري وقتها، بما يعادل دلوقتي مثلا 20000 دولار اللي هم مليون جنيه مصري دلوقتي. انا كنت بتفاجئ من الرقم. هو ينفع حد يعمل محاضره مجانيه في يوم يجمع فيها عدد بيبيع لهم حاجه ويكسب، او يعني بيعمل مبيعات ب 100000 جنيه ساعتها اللي هي تعادل 20000 دولار دلوقتي؟ وكانوا بيكرروا الموضوع ده كل شهر. كانوا بقى في الكورس نفسه بيبقى فيه جزء نظري في فندق، وبعد كده جزء عملي في العياده تبع الشركه. فبالتالي كمان كانوا في الاوفر كان بيوفروا لهم تولز زي الادوات اللي بيعمل بيها زراعه الاسنان، وكمان الزراعات اللي هي المسامير والكلام دوت. فبالتالي كان اوفر قوي، ولكن هو كان غير مكلف بالنسبه للشركه غير ثمن القاعه بس. فكانت حاجه بسيطه بالنسبه لهم، ولكن كان يعني بيج ديل، يعني كان بيطلعوا رقم حلو جدا. فبالتالي الواحد من ساعتها علم معاه موضوع الويبينار دوت، وشافوا ان هو فرصه كبيره جدا ان هو الواحد يقدر يعمل حاجه زي كده. ولكن ساعتها طبعا الواحد ما كانش عنده، طبعا الموضوع ما كانش متاح اونلاين ساعتها، او على الاقل في الدول العربيه ما كانش منتشر، او ما كانش لسه بدا. زائد انا ما كانش عندي ساعتها الخبرات والحاجات اللي اقدر اقدمها في عشان اعمل الحاجه دي. ولكن فضلت في ذهني المعلومات ديت والحاجه، وقوتها قوه الويبينار او المحاضرات او البرزنتيشن بشكل عام سواء اونلاين او اوفلاين، ان انا اجمع عدد معين من الناس اديهم قيمه عاليه جدا، وفي الاخر بعرض عليهم اوفر بيساعدهم يوصلوا لهدفهم. تمام. فدي كانت اكتر حاجه حسستني بقيمه الويبينار. تمام. فعلشان كده الويبينار من الاستراتيجيات المهمه جدا للمدربين، وممكن ما ياخدش منك وقت غير مره واحده في الشهر او مرتين في الشهر. ده اذا انت حابب تعمله مرتين، يعني في ناس بتعمله مره واحده في الشهر فبيطلع ساعتين لايف، ولكن بيجيب نتيجه كويسه جدا. تمام. طيب، خلينا ننتقل بعد كده للسر الرابع. ولو وصلت لحد هنا فانت كده خلاص بقيت فاهم ان الموضوع مش محتاج حظ، لكن محتاج سيستم صح. وعلشان كده انا عامل لك سلسلة كاملة بشرح لك فيها خطوة بخطوة ازاي تبني سيستم بيعي بيجيب لك عملاء بشكل مستمر، من غير ما تفضل كل يوم بتدور على عميل جديد. هتلاقي السلسلة موجودة عندي على القناة، ابدأ فيها دلوقتي وهتفهم الصورة كاملة. ولو حابب تاخد الموضوع بشكل أسرع وعايز حد يساعدك بشكل شخصي، نقعد مع بعض ونبني لك الخطة المناسبة ليك حسب وضعك الحالي. احجز مكالمتك من خلال اللينك اللي في البايو واملى الاستبيان، وفريقنا هيتواصل معاك ونحدد لك ميعاد مناسب ليك. مستني أشوفك وأساعدك توصل لأول سيستم بيعي حقيقي عندك.